أهلا بكم مع فيديو جديد مع عزة الزكي والنادي الملكي. النهاردة هنتكلم عن بعض النقاط اللي أثيرت في السوشيال ميديا، ومنها أول حاجة عشان ما أطولش عليكم كلام القندوسي مع إبراهيم فايق. كان كلام يستحق إن نحن نتكلم عليه. القندوسي بيقول لك إن سر فشل الصفقات اللي بتيجي للأهلي أو اللي بتلعب أو اللي عايزة تلعب في النادي الأهلي السمسرة والفلوس اللي عايزين دي. لك انك في كذا لعيب جه الاهلي وفشلت الصفقه علشان الوكلاء والسمساره، زي مثلا زين الدين بن عيد، ملوكه بن رمضان. دي كلها قال لك صفقات كان على وجه الانضمام الى النادي الاهلي، ولكن علشان السماسرة والسبوبة فشلت الصفقات. طيب ايه المطلوب بقى؟ المطلوب من إدارة النادي الأهلي فتح تحقيقات عاجلة لمعرفة كلام القندوسي ده حقيقي أو مش حقيقي. قال لك صفقات كتيرة جت النادي الأهلي على أبواب النادي الأهلي وفشلت. الراجل بيقول لك إيه في الحديث بتاعه؟ إن عشان تدخل النادي الأهلي لازم تمر على كذا وكيل أو كذا سمسار. فدي حاجات من الحاجات الخطيرة اللي لازم إحنا ما نسكتش عنها، نتكلم عليها، نعرف طب ليه كده. برضي نقطة تانية، الخطيب أو كابتن محمود الخطيب اجتمع مع إمام عاشور وقال له بالعربي كده: هتلتزم داخل النادي الأهلي أهلا بيك، تتدرب وتبقى إنسان كويس، تبقى لاعب ملتزم في كل أوامر النادي الأهلي، تمام. مش هتلتزم هات أي عرض خارجي ومع ألف سلامة. تاني أو تالت خبر أو تالت نقطة معانا من زيزو. كابتن زيزو أو أحمد سيد زيزو نجم الزمالك عايز أكتر من 60 مليون عشان يجدد التعاقد بتاعه مع نادي الزمالك، يعني عايز 80 مليون. كابتن هشام نصر كان عايز 80 مليون. أنا رأيي 80 مليون كتيرة. أنت عارف يا زيزو إن ظروف النادي اللي بمر بها الأيام دي صعبة، من غرامات ومديونيات و إلى آخره. يا مسهل. النقطة اللي بعد كده هي إظهار حق بعض الناس اللي بيشتغلوا بضمير في نادي الزمالك، زي كابتن حسين السيد. كابتن حسين السيد دفع من جيبه الخاص ملايين لنادي الزمالك عشان يحل بعض المشاكل اللي بتقابل نادي الزمالك. في فلوس منها على سبيل ان هي قروض تترد، وفي فلوس منها ومش هترجع تاني. ولكن كابتن حسين السيد ما بيحبش يتكلم، ما بيحبش ياخد اللقطة، ما بيحبش يظهر في الاعلام ويقول انا دفعت وانا سويت وانا عملت. ما بيحبش التلفزيون اصلا، عكس بعض اعضاء مجلس الاداره كل يوم التاني في التلفزيون. مش عارف يعني هم بيعملوا في التلفزيونات. فكابتن حسين السيد من الجنود المجهولة في إدارة نادي الزمالك، ولازم نوجه ليه الشكر لأنه راجل من محبين نادي الزمالك الحقيقيين. أتكلم عن نقطة أخرى هي ناصر منسي وسيف الجزيري. ناصر منسي وسيف الجزيري قبل مباراة السوبر الأفريقية اللي هي الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك، كان ناصر منسي رايح البنك الأهلي، وسيف الجزيري كان تقريبا ما كانش حد يجدد. بعد المباراة واللي عمله ناصر منسي وجاب هدف التعادل، تمسكت الإدارة أو تمسك المدير الفني بناصر منسي. أنا هنا في نقطة عايز أسأل عنها. هل حضرتك يا جميز بتتعامل بالقطعة الواحدة أو بالمباراة الواحدة أو بشغل طول الموسم؟ هل أنت حكمت عليه وخليت ناصر منسي يجدد في نادي الزمالك عشان الجون اللي جابه أو الهدف اللي جابه، ولا عشان مستوى ناصر منسي طول الموسم؟ ما أنا بسأل. والجزيري اللي بيلعب مباراة و10 لا، يفوق مباراة و3 لا. ما احنا عايزين نفهم، انت بتتعامل كقطعة واحدة ولا طول الموسم؟ تمام. بعد كده الأفارقة اللي جابهم الزمالك اللي هم تحت السن، يعني في أخبار بتقول إن الأفارقة شغالين حلو
وشغالين كويس وبيتدربوا كويس وبيلعبوا في الفرق الأقل، وعاملين مردودات إيجابية. بعد كده هتكلم عن كلام كابتن حسين لبيب لما قال إن الزمالك أحسن نادي في أفريقيا وأحسن نادي، أما الزمالك أحسن نادي في العالم. أنت زعلان من إيه يا أخي؟ الناس طلعت بتقول لك إن كابتن حسين لبيب ما يقولش كده، ما هو في النادي، هو جاب سيرة النادي الأهلي وبيتكلم عن النادي بتاعه. أنا بتكلم عن النادي بتاعي، أنت مالك؟ يقول اللي يقوله كابتن حسين لبيب، راجل فرحان وعايز يقول اللي يقوله، أنت مالك بيه؟ بعد كده طلع علينا واحد ناقد رياضي، ولا كان من اللي عاملين نفسهم نقاد رياضيين، بقول لك ان احتفالات الزمالك مبالغ فيها، وانت مالك برضه؟ ايه اللي مزعلك؟ انت ما بيحتفل الزمالك زي ما هو عايز يحتفل، انت عايز ايه؟ انت ايه اللي تعبك في ان الزمالك يحتفل او ما يحتفلش، او يطول في احتفالاته او يبالغ في احتفالاته؟ هو جاب سيرتك؟ هو وجه لك سؤال؟ ما بتحتفلوا يا عم، انتوا ما حدش بيتكلم معاكم، ما بتحتفلوا بكل الطرق. يعني كهربا وامام عاشور بيحتفلوا احتفالات مستفزه وانتوا شايفينها وعارفينها. احنا يكفي ان احنا بنحتفل عشان احنا ما بنجيب سيره حد. اخر نقطه في الكلام بتاعي، شيكابالا لما كان مع ابراهيم فايق في المباراه وقال له من 20 بواحد، طب ما تسال نفسك سؤال، ايه اللي خلى شيكابالا يقول لي 20 بواحد؟ ال 20 من الواحد مننا ب 20 منهم، ايه اللي خلى شيكابالا يقول الكلام ده؟ ما في فعل وفي رد فعل. شوف الأحداث ونعمل لها حلقة تانية اللي جرت قبل اللقاء في السوشيال ميديا، وكبار نجوم الأهلي اللي بيقولوا عن نفسهم احنا نجوم، والكلام اللي قالوه كان كابتن أحمد بلال والكابتن سيد عبد الحفيظ ولا غيره وغيره وغيره في السوشيال ميديا الأهلاوية. ما هو ده كلام مستفز، ما أنا ما هسمعش استفزازي، ما هسمحش لحد يستفزني بالطريقة دي، لكن لما تيجي الفرصة هستفزه برضه. ما أنا مش ملاك يا جماعة، لكن هتحترمني أنا أحترمك، هتقدر مشاعري أنا هقدر مشاعرك. تمام؟ فإحنا يا جماعة مش في حرب، مش في غابة. قبل المباراة بتاعت السوبر شفتوا الكلام اللي حصل، وأنا هخصص له حلقة كاملة أشرح فيها التفاصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.